حسين الشحات ليه فترة مش بيلعب، خارج القائمة ومش موجود أصلا، والجمهور محاب مش نسيه، والجمهور طالب رحيله، والإدارة عايزة تمشيه، والمدرب مش مقتنع بيه، ومش موجود في التدريب، مش موجود في كل حتة. فالماتش اللي ربنا يكرمه فيه ما يشكرش فيه، لا شاور لألفينا انت قصير. طيب انت قصير دي فكر كده حسين الشحات، لا 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 تعمل لي مشاكل. التنمر مش كويس، حتى جمهور الاهلي ينتقدني، فاعمل ايه؟ اعمل انت لايك ومتابعه. طيب فاعمل ايه؟ لا، لازم اقلل من حاجه اكبر من لعيب اللي هو كيان بينتمي له ناس كتير، فيطلع في تصريح ليه يقول لك لا انا مش الأسبين، انا عمري ما اقلل من لعيب لان انا مش متنمر، مش بحب المتنمرين. طب انت بتقلل من مين عشان شحات؟ ده انا كنت اقصد الزمالك. يعني حسين الشحات اللي ممحي ومش شايفينه عشان ربنا كرمه في مباراة جاب هدف وضرب الجزاء كانت بسببه، ينتقد الزمالك ويقلل من قيمة الزمالك، الكيان الكبير اللي الكل بيحبه وبيحترمه. حسين الشحات اللي مشاكله كانت كثيرة والناس نسيتها لأنه هو لعيب في الأهلي. ما تقوليش أنت متعصب لأنك شفت بنفسك الشيمي مع بيراميدز واللي حصل له على البث المباشر، والقضية اللي حصلت له، واللعيبة من هنا ومن هنا وإدارات وناس من تحت، وفجأة الشيمي يسيب القضية ويتسامحوا عشان شحات. أنا ما عنديش كان مشكلة إن هو تصالحه وإنه عدها له، لكن حسين الشحات اللي مش عايجب حد، ولا مدرب مقتنع بيه، ولا إدارة عايزاه، ولا جمهور عايزه، وأول ما ربنا يكرم يقلل من الزمالك، لا. ما شفناش كمان أي رد من جمهور الأهلي، ما شفناش أي رد من إدارة الأهلي. لما بتحصل أي لقطة بسيطة من أي لعيب مش الزمالك وبس، بيطلعوا يقولوا إزاي إدارته ما اتكلمتش؟ لازم إدارته تتكلم، كان لازم إدارته ترد حق النادي التاني. يا عم حسين الشحات عمل كل حاجة وطلع لك في تصريح رسمي وقال لك انا مش بقصد اللعيبه، انا بقصد الزمالك، واداره الاهلي ما شفناش اتكلمت.